الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكهف مبل 3 خفال بتصحنا لنا. اتي آية زقلصنا يوخا 57 آية كاب سورة الكهف مالتيو، حجها أني آية 58 كنقصلينا. الله سبحانه وتعالى انتيلو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، هذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة؟ كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟ ولكن بين الله له أنه هو الغفور، أي الذي يستر الذنوب ويتجاوز عنها. إذا آية طبعا الله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة قبل كله إذا زربازي نرسول صلى الله عليه وسلم مخنياته إذا قرآن كوردن كله نرسول صلى الله عليه وسلم تسلية ناي تفالالي نجر يقلص سل زنبره نعونة أمته مالتيو ونتمتص كله أجيال بسلمنا زأمن مالتيو إلى يوم القيامة سل زخون قرآن. الله سبحانه وتعالى السو تسلية سمع زنبره مالتيو نمنتاي حدا كم يفسر مالتيو من وجه آخر، كأن منتاي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبليو نمنتاي زخلنا عند حسوني أي مان أبيومني أي أمنني لهم تب هزبيسي لك أنا عاتهم كن منتاع عذاب زي وردهم سقاي زي وردهم كم تم نايكال قد محجز نبرو هزبتات مالتيو. لماذا لم يعاجلوا يعني ربسك عجل لهم قلطفوا كورد لهم تسقاي مالتيو ناي أخيرا هيكونس أب الدنيا خماني. سلازي لكن الله سبحانه وتعالى انتهي له مالتي وربك الغفور ذو الرحمة. ربك الله سبحانه وتعالى غفار زخون رحمة زلو لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يعني بتزقبروا وسي الله سبحانه وتعالى انتزدل نيرو فعلا كل سب مدمروا نيرو مالتي، لكن بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. سلازي انتهي دقاء الله سبحانه وتعالى غفور زخونه رحمة زلو مالتيو، أي غفور كبها الكل ستر مالتي يستر الذنوب ويتجاوز عنها، يسترك ويغفر لك مالتيو. ذو الرحمة أي صاحب الرحمة. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم نبل نعويو الله سبحانه وتعالى ترحمه بتأعمي وسن زيبولو رحمة مالتيو قطر زيبولو رحمة. يعني حج حتى عب الدنيا بتي زخلو حب حنت رحمة يسب زنبر زلو ناي بون ناي دن ناي ولدن ولاد ناي سبيت ناي كل زخلو سب زفاته بحنت رحمة، يعني سبحان الله. فما بالكم عزمة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أي صاحب الرحمة الذي يلطف بالمذنب. الله سبحانه وتعالى كو نتزبدل نتتقاقى سب لطيفن، يعني حنون قدافين مخانو رب العالمين زقلت. ولهذا قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. نعويد ما الله سبحانه وتعالى انتايلو، يعني لو أراد الله أن يؤاخذ الناس رب العالمين تزدلي بتحمى أسرحنا بتنقبرو بتسرحنا نقبرو مالتي رب العالمين قلطفوا تعذاب كوردلنا مخأل نيرو مالتي. لكن الله سبحانه وتعالى غفور سلزخونه رحيم سلزخونه لطيف سلزخونه نتي ذنبنا مالتيو. قد بين الله عز وجل هذا العذاب في آيات أخرى فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بسورة فاطر مالتيو آية 4 أي لأهلكهم في الحال، ولكن بسورة فاطر كمان 4 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. من تأيزي الله سبحانه وتعالى تزدل نيرو
بتسب ودسب زقبرو حماق سروحو اكي سروحو مالتي ودسب يعني على طول تعذاب موردا نيرماتي بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال افتخال آية خاني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بتقح مقصرهم تزب وسدوم رب العالمين ما ترك على ظهرها من دابة، يعني الدابة مالت أي شيء يدب على الأرض، يعني سب يخون إنسسا يخون عبز مريت حدا سبعي من طرف النير بتزبنا الله سبحانه وتعالى على طول ساقينا تزخوا النير، لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يؤخرهم إلى أجل مسمى مالت الله سبحانه وتعالى يصنحوا مالتيو توسنا جزيديو أو أخيراديو تعذاب أمنتي كم زرخبو تسب لأجل مسمى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. السطرة زي كونه كدونجيوم زي كونه قصرا لوم انديوم قصرا لوم زي ترف قصرا مالتي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل هذه للإضراب، يعني بل مالتي للإضراب مالتي للإبطال، يعني بل لن يسلموا من العذاب انبر زي ترفهم قصرا زي ترفهم عذاب اللوم بهم زلو إذا أخر عنهم لهم موعد. يعني حجد آية دونقيو رب العالمين حجد أتسقايا يورد انبر اللوكو يقصرا دي ترف قصرا كله ما نمك هدم زي خيل سب كافت قصرا سمات يوم القيامة يوم الحساب لن يجدوا من دونه موئلا، أي مكانا يؤولون إليه. نابزو خدوا بوتا يلن نامنو خدوا بوتا يلن. تخيلوا يوم القيامة سبت السيوخ موت مالي نابي خيط كابي خاب ربك هدم عبز الدنيا سي هادي ما تبلخ معنا يعني بزح نجر كجبر خيل، لكن يوم القيامة قلنا بيك خيط مالتي عبز خمان خاب ربك هدم ما يخيل، لكن رب العالمين عدل كفيتو له بزح نجر مالتي دلاي نخ جبر دلاي نخ السن عبز دلاي نخ ملس عدل هو مالتي. لكن الله سبحانه وتعالى تزدلي بتحماق صرحنا حنت معلتي حنت سجن نزخلو تفتئر زلو أسر يمترعي له النير مالتي، أي مكانا يؤولون إليه يوم القيامة نبزخ دوبو تاسب أي لما. ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من القتل على أيدي المؤمنين كما قال تعالى قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بسورة التوبة 10 أي إذن يحتمل أن يكون المراد ما سيكون عليهم من القتل والأخذ في الدنيا أو ما سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر به. حجي بخلت ملكع في السريخ إليزا عيازي مالتيو، يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى عب الدنيا خلوه بتم مؤمنين غيرو كم زقتلوا خجبرهم يخيل مالتيو قاتلهم يعذبهم الله عذاب نعم قانا بالدنيا خلوه يساقوا مالتي وينصركم، يعني نتوم مؤمنين كرب العالمين يعوتهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني نتوم مؤمنين كأ لبهم كم زحقوس يخونوا مالتي من منتاي توم كفار توم زعزبهم كعوة لهم كله ناي جدا يحقوسوا مالتي. ولذلك يحتمل كم زبالو مالتيو اتقتل نعوم أب الدنيا وتأب آخرة زلو خاني ناي جدن كهدمو زي خقلو مفر زي بلو بيوم زلو نتم كفار مالتيو. قتيلوا أب آية 59 تيلو الله سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم أي قرى الأمم السابقين توم قد محجز نبورو سبات مالتيوم الله سبحانه وتعالى أطفئوهم. قد يقول قائل هنا إشكال، يعني حدث أبزي شجر له مشكلة له خبري خدماتي فإن القرى جماد، يعني القرى خبها الكلسي عد مريت مالتيو والجماد لا يعود عليه الضمير بصيغة الجمع، يعني أنك لا تقول مثلا هذه البيوت عمرناهم ولن تقول هذه البيوت عمرناها فلماذا قال أهلكناهم؟ فالجواب ملسخ أنا طبعا زي إشكال يازيس وتلك القرى أهلكناهم سلزبلسي قرى خبها الكل ختماتات، يعني زي أساقس نجار مالتيو سلزس كمي مالتيو إلو حتى خمت خلو ملسخ قال هذا لأن الذي يهلك هم أهل القرى. وفي هذا الدليل واضح على أن أهل القرى قد يراد بها أهلها وقد يراد بها البناء المجتمع، فالقرية أو القرى تارة
يراد بها أهلها وتارة يراد بها المساكن المجتمعة. سلزي إزيج أجم يقولون من تاي الله سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم كل كله كل التترجم يذهب مالتي بتي قرى خبها الكل أهل القرى تم تقمتي أو زلوا أفت ختمة ويفتعدي ويفتا أفتا نشتي كتمة خوني خيليو ولذلك وتلك القرى أهلكناهم خوني خيل مالتي قصيلو دما الله سبحانه وتعالى اتي جزاوت ديو اتي بيناتات ديو اتي زعمره بوتاتات ديو نسو خماني الله سبحانه وتعالى نوع مرادون خوني خيل أي القرى تارة يراد بها أهلها يعني حدا جيزينا توم هزب خوني خيل حدا جيزة خا اتعدي بحفشو اتي جزاوت يخون اتي بملؤ بتسرح مالتي يراد بها المساكن المجتمعة تجزاوت مالتي. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بسورة القصص آية 59. فالمراد بالقرى هنا أهلها أبزي حجي كقلت كله وما كان ربك مهلك القرى مالته اتم تقمت مالته. وقال تعالى إنا مهلك أهل هذه القرية بسورة العنكبوت كأسلسا حدا. والمراد بالقرية هنا المساكن المجتمعة يعني أبزي آيازي خاني اتجازاوتي اتسرحي تعدي مالتيو زقمت أولو زنبورو الله سبحانه وتعالى كم زد فوق مالتيو مع نمنتايو لما ظلموا مستاي مسقبرو ظلم مسقبرو. والمراد بالظلم هنا الكفر أبزي الظلم مالتيو اتهم سبات افتعدي مسكفرو مالتيو رب العالمين وين تعدت فيه وين تمهزبت فيه مالتيو أي حين كفروا وجعلنا لمهلكهم موعدا يعني مسكفروا مالتيهم مسآبيو أين أمن النسبة الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا لإهلاكهم موعدا قصرا غير اللهم نتخطفهم جزاسي نتخطفهم نعاتهم نمتفهم قصرا غيرهم والله يفعل ما يشاء. طبعا الله سبحانه وتعالى دلا يجبر زحته يلن إن شاء عجل العقوبة وإن شاء أخر تدليت مقطعتي كقلطف الكاي خيل تدليت مقطعتي كصنحو كل خيل مالت. لكن إذا جاء الموعد لا يتأخر تقصرات متيقون موت ديو قيامة ديو إزقن تطوزب بلو سبيلهم. ولهذا قال نوح عليه السلام لقومه انتايلوا مالتي نوح عليه السلام يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اليوم بسورة نوح آية 4. فهو أجل معين عند الله في الوقت الذي تقتضيه حكمته يعني انتايلوا مالتي يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ربي ذنبكم يغفر لكم يخيلوا وخصنحكم يخيلوا إلى أجل مسمى يعني ربي زفلت قطرا ما نمزي فلت مالتي إن أجل الله إذا جاء ناي رب أجل ناي رب قطرا ناي رب موعد تمسيو زأجل يلن يعني موت متأنان كلا ما نمسب متأت أو كبلا يخيل إذي نقوسيو أخموتها يندليانينا إذا هفتاميو إذا ملكعنيا إذا خمزيو إذا ملكعنيا إذا خمزيو تطأو كبلا لو خنموت أين خيلنا أي كموت يقولون تطأو كبل زخيل سبالو يلن مستحيل خلاص يعني ولا حكايم تأكيبهم قطعي ويخلوا ولا قلي يخلوا أجل تمسيو معالت تأخيره توديو مالتيو وكذلك يعني إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر موديو ولا خالقنا قرديو إجلي يلن مالتيو لو كنتم تعلمون فلتت تزهلوكم علم تزهلوكم أمر تزهلوكم تستنتنوا تتخونوا كم إن بلا النير مالتيو إذا خاب سورة نحوي فهو أجل معين يعني توسن جيزة مالتيو عند الله الله سبحانه وتعالى زقمت أجيزة في الوقت الذي تقتضيه حكمته أفتي رب العالمين زدليه جيزة حكمة نهاتو زدليه يخون مالتيو. سلازي آية 59 مالتيو زقلصنايا حج آية 6 مالتيو الله سبحانه وتعالى قصيلون تايلو وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. طبعا زي قصة موسى بزح سبي فلتو مالتيو قصة موسى مع الخضر كم زبها المالتيو درجاز بزح سبي سمع قوله تعالى وإذ يعني مفعول لفعل محذوف والتقدير اذكر إذ قال يعني وإذ قال ذكر مالتيو يعني
واذكر إذ قال موسى لفتاه يعني موسى عليه السلام نتنهات غلام فتاه مالتيو يوشع زبهل بن نون وكان موسى عليه السلام ابن عمران قام يخطب يوما أب قصة موسى خمان عليه السلام بملؤ قريس نايئنا في بني إسرائيل يخطب نيرو مالتيو إذا خا حجي كالا عنك أتينا مالتيو إتك ودينا ناي موسى قصة موسى حجي ناي سورة أب سورة الكهف تفعل لي قصة اللوا مالتيو نايتهم الفتية مالتيوم كم دما نايتهم سبعي كلتا سوؤت يتحدد هذا حفتم زنبرة مالتيو عندنا حجي ناي موسى عليه السلام مس خضر مالتيو سلازي تفعل لي قصص أب سورة الكهف سي بزع عبراتات زلو كم تزحلف زقلت نايو مالتيو سلازي موسى عليه السلام خطبة غير لهم بني إسرائيل فقام أحدهم حدث سبعي تسيون تايلو مالتيو هل على وجه الأرض أعلم منك تايلو مالتيو كبخان العلسي زفل سبدل بز الدنيا يلو مالتيو موسى عليه السلام طبعا تايلو مليسلو مالتيو قال موسى لا يلن يلو لأنه موسى نبيه موسى كلم موسى عليه السلام مسرب بتزاريبو مالتيو موسى نبيه يعني خافتم أولو العزم حمشته مالتيو طبعا نسو بتفلت أوتوماتيو كابيز فلسب يلني لماتي وذلك بناء على ظنه نسو زمسلو مالتيو أنه لا أحد أعلم منه كابون لعز فلسب زلو أي مثلون يعني معلومات يبولون فلتات يبولون ماتيو فعتب الله عليه في ذلك يعني سبحان الله إزي أولا أبزيع قصة زيعة كن دي آدابي خاتم مهارة لأن منتي بحلفي ناي معلم ومتعلم حدثب كاب عالم كما يجيركم مهار كم زلوا متعلم كوينو نا علمي درجة نا علم عينات سبحان الله ودسب من فلت تفلت من فلت زيرو خمخانو لأنه الله سبحانه وتعالى علمه واسع مخانو وعلم الله أوسع طبعا رب العالمين ولذلك موسى بتان اشتي فلت زفلت زنبره كابهان لعل زفلت الله ديلو مسحته السبعي نو يلو طبعا زفلت يلن يلو ودحر الله سبحانه وتعالى دما كم هرو قطعوا دول يعني عاتبوا عتابسي يعني نتفوتوا سب تعاتبوا مالتيو يعني نتفوتوا سب ندحر كونكا دح زي مصكان دح زي حتتلكا زي حتتكاني تهونكا زي مصخاني زي رأخو خاطبلو كان متن مفتاون العلم مالتيو عتابي بهالزي ولذلك بأس زي كونسي عتابي بهال حجي الله سبحانه وتعالى نعون نخل احنا خمهار سلازدلينا انتهي يبلو مالتي فقال الله عز وجل إن لي عبدا أعلم منك انتهي يبلو مالتي موسى عليه السلام كما خان العلز فلت باريا للنيلو وإنه في مجمع البحرين عن مجمع البحرين زبها البوت أويو وذكر له علامة وهي أن تفقد الحوت فاصطحب حوتا معه في مكتل زبال شبه الزنبيل كم الزنبيل عينة مالته الذي يحمل فيه التمر أو العنب يسع 15 ساعة يعني زنبيل أب زنبيل ساعة حزم نخو خدو حجنتها يبلو مالتي الله سبحانه وتعالى أفتع عسى زتأفأت كابوتا أو اخترخ بإخات سبعي لو مالتي تناتي باريا أو اخترخ بإخات مالو وسار هو وفتح يوشع مالتنا هاتو كم سرحتنيو ويقولامو زلقا أخو وتلقى أخي مالتي ولام تلقى أخ نبر مسؤو يوشع ونبي نبعلو ده يوشع مالتيو يخيد مسؤو أما قديو وسار معه يوشع بن نون بهل جاء في ذلك في البخاري أب حديث البخاري متفق عليه البخاري كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن بكل العلم إلى الله أن يكل العلم إلى الله زبل مالتي لأنه حدث زخونا نقر علم زفلت أخا وزمت أزي كونه كاب رب خم زمت أو ورب خم كل خم مفلاطو كقلت نيرو مالتي لينظر من هذا الذي هو أعلم من حجي موسى عليه السلام ناي قدن كفلت قال لهم من يخبين لعل زفلت سبت رخيولو نوع أخذ خيد ثم ليتعلم منه أيضا يعني بتغفل دليو ملي سوق أخم مهر كأو دليو كان الحوت في المكتل عفت زنبيل نيرو مالتي تعسى فلما استيقظ مع السرعة لم يتفشى في المكتل وخرج الحوت بأمر الله من المكتل ودخل في البحر طبعا زعاسا أفتا زنبيل زنبري بتأزاز ناي ربي الله سبحانه وتعالى نساتهم دقيسهم كلو كيدو أتي نفت محر مالتي مستسئ أي رخبون
ودخل في البحر يعني آتينا بحر تعسى مالته لا أبرح مالته أي لا أزال والخبر محذوف والتقدير لا أزال أسير يعني آية تايت من مالتها وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة يعني كخيدي سقوا أزبط حلو مالتي أزال يعني والتقدير لا أزال أسير مجمع البحرين قيل إنه مكان الله أعلم به يعني مجمع البحرين زبها البوتا بجكر بخال سبز فلت أيلن لكن موسى يعلم وقيل إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض موسى سيفلت نيرو قال لهم كأنت لهم أيح بحرا سعدا بحرا استحوا وسلوا بوتا مالتي وكان فيما سبق بينهما فبقى فيما سبق بينهما أرض أمونغو مريت نيرو مالتي حتى فتحت القناة وهذا ليس ببعيد وسبب ذلك أن الله أوحى إليه أن عبدا في مجمع البحرين أعلم منك يعني الله سبحانه وتعالى أبزبوتا زخمزلو نجيرو مالتي يعني مجمع البحرين أو أمضي حقبة أو هنا للتنويع يعني إما أن أبلغ مجمع البحرين أو أمضي في السير حقبة أي دهرا طويلا يعني سقاب أفتابوتا زبط سحسي كقصلي بإجريك خيد ويك بتصحل نفتابوتا ويد ما زال ألم خيدي موسى مالتي عليه السلام وقيل أو بمعنى إلا ويكمزي مالتي ترجمي له أي حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضي حقبة يعني سقاب أو زبط مالتي له أي دهرا يعني نوحك زمان طويلا قبل أن أبلغه لكن الوجه الأول الأسد فتهيأ لذلك وسار وسبب قوله هذا أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن عبدا لنا هو أعلم منك عند مجمع البحرين فسار موسى إليه طلبا مالته موسى عليه السلام كم زم السمعي عبي بوتا خمزلهم السمعي بزعبو كحتت كفلت كم زدلي قلت لنا مالتي قرآن قتلوا لنا مالتي فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قوله تعالى فلما بلغ أي موسى وفتاه يعني موسى اتنهاتو ود زغيد مالتي مجمع بينهما أي بين البحرين أفتمونغو بحر مالتي نسي حوتهما رسي عمو مالتي تعاسى أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى مالت كلتي أمكم زرسعوا قرآن قليش أنا قنت قندت زرسع قنت قلعاء مالتي توديو وليس موسى كان ولكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي العمل واحد نسب فعل الواحد منهم إلى القائل منهم إلى الجميع لهذا يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل في عهد الرسول عليه السلام حدث يعني مع إنه أتي يرسعوا وقن خلتي أمزأته وقنا من تأيو مخنياته أضاف الفعل إليهما مع إنه الست حدا يرسعوه لأنه الله سبحانه وتعالى أفتقان قامالتيو أبحادث بحادث دحر كان في شأن واحد في عمل واحد يعني بزحات كون كوي قوم كون كان دحر كيتكا ولا حادث بزقبرو السم غيرهم مؤذبها المات نسب الفعل واحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع كله خمس بلو ولهذا ونعيق الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعو أما كم سأزي ومالتيو عز وجل لبني إسرائيل في عهد الرسول انتهي وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأقرقنا آل فرعون يعني حجي فإذ فرقنا بكم البحر قبل كلسي إن الرسول صلى الله عليه وسلم زحكي ولو زنبره نتم أب حقوتاتهم من برن عوما يكونن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة مع أنهم ما قالوا هذا لكن قاله أجدادهم نساتهم يكونون إلهم تم زنبري يكونون قن أب حقوتاتهم إلهم مالتهم نسي حوتهما نسي ظهور وليس نسيان ترك يعني كم زي رسع خايته قد فوزي كونس بتعمس لتدنق مالته وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله أنساهم ذلك لحكمة وهذا الحوت قد جعله الله سبحانه وتعالى علامة لموسى أنك متى فقدت الحوت فثم الخدر وهذا الحوت كان في مكتل وكان يقتتان منه يبلعني رمالتهم ولما وصل إلى مكان ما نام فيه عند الصخرة فلما استيقظ إذا الحوت ليس موجودا لكنه أي
الفتى لم يتفقد المقتل ونسي شأنه وأمر هذا الحوت سبحان الله خرج من المقتل ودخل في البحر وجعل يسير في البحر والبحر ينحاز منه. سلزي اتي عسى مرسعم مالتيو نسيان يعني كاب مدنقات زمت مرسع عمبر كالا ايكونن مالتيو والله سبحانه وتعالى اتي مرسعم ساتم كان حكمة سلزدولي مالتيو السبح الفي مرسعم مالتيو وكان كابو كان يبلعوني يرمكم تخلوا مالتيهم في مكتب وكان يقتتان منه يبلعوني يرم ليس موجودا لكنه أي الفتى يعني فلما استيقظ أي رخبون مالتيو تسيو أي رخبون لم يتفقد المقتل ونسي شأنه وأمره هذا الحوت سبحانه وتعالى خرج من المقتل يعني إذا عسازخ أنا الله سبحانه وتعالى يرسعون ونتيق والعمالتيو ونزع عسازخ أخافت الزنبي الوسي ونافت بحري نخاطو زغبرو الله سبحانه وتعالى ماتيو لأن الله سبحانه وتعالى ندحد له كن فيكون ما قال إلا ودخل في البحر أتيو وجعل يسير في البحر والبحر ينحاز عنه يعني بحري خيد بحر خانا خيد ماتيو فاتخذ سبيله في البحر سربا أي اتخذ الحوت طريقه في البحر من قد حيزو زي إذا عسى أفت بحري خيد نرماتيو يعني سربا خاني أي مثل السراب يعني خمزي أما عدر إخايوسي كم زي نبرة يتأفق مالتيو سراب كبهال كلنا أبنت أب صحراء أما عدو خطري أخر لخا ماي مسلكا مش كيد كاتر أخايوغن ماي يلن زي سراب يبهال زي اللي نقر كتري خلها ماتي والسراب هو السرداب يعني أنه يشق الماء ولا يتلائم الماء وهذا من آيات الله وإلا فقد جرت العادة أن الحوت إذا انغمر في البحر يتلائم البحر عليه ولكن هذا الحوت من آيات الله أولا أنه قد مات وأنهما يقتتان منه ثم سار حيا ودخل البحر ثانيا أنه سار طريقه على هذا الوجه وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. طبعا بزعبازة عساز مالتيو يعني بقدرة الله سبحان الله إتعاسى مالتيو أفت بحري كيد مات أي مثل السراب مسكين أفت بحري والسراب هو السرداب يعني أن يشق الماء ولا يتلائم الماء يعني وهذا من آيات الله إتماي كأني يشق الماء ولا يتلائم الماء يعني إتماي فلي بالوسي منم يعني خافتنا الله سبحانه وتعالى تأمر مالتيو وهذا من آياته وإلا فقد جرت العادة أن الحوت إذا انقمر في البحر يتلائم البحر عليه مخنياته مبزحته جزاسي تي عاسا خاطو خلو تبحري على طول يعطو سوشت يخون مالتيو لكن هذا الحوت من آيات الله أولا أنه قد مات مويتو نيروس لكن اندقنا مسأته مالتيو كابو يبلعوني رمسي اندقنا تسيئوا الله سبحانه وتعالى اندقنا أنا بحر آتي مالتيو إنه سار طريقه على هذا الوجه أنه سار طريقه بخمس عينات من قد ملك خيدو مالتيو وهذه من آيات الله تكايدو أسي أفت بحر آتيوس فليز بلا خافت النورمال جيزي زخونه مالتيو وزخ أخافت ناي ربي تأمر حاجة زنبرة أفتي ناي قصة ناي زعسان ناي زي غلام يوشع مالتيو قصيلنا أبز مص كفال مالتيو بإذنه تعالى ربي عمرن طعناني هابنا اتي قصالي تاريخ مالتيو موسى عليه السلام مستي غلام نهاتو ويدما مستي قلعة يوشع مالتيو مسؤو خيدون بحده نخدر رخيبهم اليوم أي رخبون انتاي لوم انتاي جيروم كأني كنقصلينا مالتيو وحقيقة بزح نجرت مهارلو نجريو موسى عليه السلام قصة موسى نبعلها بزح تاريخ زحزلتها إذا خاء حدا خبؤ مالتيو نسأل الله سبحانه وتعالى كافتي زي سمعنايون زنببنايون تتقمتن تمهارتن تعلمتن فإذا وسدتن ربي جبرنا نسأل الله سبحانه وتعالى إخلاص زلوا عمل كم نجبر جبرنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.